النهارده هجاوب على تساؤل كتير بتسأله: يا دكتور انا احد قرايبي عمل حشو عصب وما ارتاحش من الوجع وفي الاخر الضرس اتكسر وخلعه، يا ترى هو بيحصل كده ليه؟ بيحصل كده بسبب حاجه من ثلاثه. اول سبب انت ممكن تكون انت السبب، او ان الضرس هو السبب، او الدكتور. هناخد كل سبب ونتكلم عنه بالتفصيل. اول سبب ممكن تبقى انت السبب، بحيث ان انت مثلا جالك وجع في ضرسك، رحت عند دكتور الاسنان عشان يعمل لك حشو عصب، والدكتور عمل لك اول جلسه ونظف العصب وحط لك حشوه مؤقته ونبه عليك انك لازم تكمل الجلسات، وانت للاسف بعد اول جلسه ارتحت من الوجع وما كملتش الجلسات. بس يا دكتور الدكتور فهمني ان هو شال العصب، هو العصب بيرجع ينمو تاني؟ لا، العصب ما بيرجعش ينمو تاني، بس مع الوقت الحشوه المؤقته بتدوب وتبدا البكتيريا تدخل تاني جوه جذور السن فتعمل لك خراج وتعمل لك مشاكل. عشان كده لو بدات تعمل علاج عصب حاول تكمل كل الجلسات لغايه اما تخلص الحشوه النهائيه. وفي بعض الحالات بعض الدكاتره بينصحوك انك تعمل طربوش، حتى لو انت هتاجل الطربوش لاي سبب كان حاول تحطه في الحسبان انك لازم تعمله وما تنساهوش. تاني سبب الضرس نفسه، وده بيكون بسبب ان بعض تركيبات الضروس بتبقى القنوات عندها فيها زياده. يعني ايه الكلام ده؟ يعني العادي عند معظم الناس مثلا ان الضرس ده او السن ده فيه قناه واحده، بيكون انت عندك لا قناتين او 3 قنوات، او مثلا ضرس مثلا خلفي فيه 3 قنوات في العادي او 4 قنوات، لا انت يبقى عندك فيه 5 قنوات او 6 قنوات. وده بيحصل مش لسبب معين، وانما دي خلقه ربنا سبحانه وتعالى. يعني مثلا واحد عنده صباع طويل، واحد عنده صباع قصير، وملهاش سبب. عشان كده في بعض الحالات دي للاسف بيحصل ان حشو العصب ما بينجحش، وفي الحالات دي بيبقى محتاج اجهزه معينه واشعه مقطعيه على الضرس عشان نقدر ننظف العصب بالصوره الجيده وما تضطرش انك تعمل له اعاده معالجه مستقبلا. هتكلم على ثالث سبب وهو الدكتور، وهنا هتكلم على للاسف بعض العيادات اللي بتقدم حشو العصب باسعار زهيده، وانا ما عنديش مشكله ان هو يتقدم بصوره رخيصه، بس الفكره ان هو حشو العصب عشان يتعمل بالخطوات السليمه بالادوات اللازمه ليه عشان ما ترجعش تشتكي منه مستقبلا، ده بيكلف الدكتور كتير جدا، وبالتالي هينعكس عليك انه هيكلفك. فانت ما تحاولش انك تبحث عن التكلفه فقط، وانما لازم تدور على الجوده، لان انت لو عملت حشو العصب بسعر قليل وما اتعملش بالطريقه الصحيحه هتشتكي منه مستقبلا وهتضطر تعمل له اعاده معالجه، اللي دكاتره كتير للاسف ما بيعملوهاش بسبب تكلفتها العاليه. عشان كده حاول تدور على الدكتور اللي يعمل لك حشو العصب بالصوره الجيده من الاول.